كابتن حسام، الخطة اللي انت عملتها دي ما تنفعش. عارف اللي انت ساعات بتحب تأمن الفريق وتلعب بخمسة دفاع. مش هقول لك لا، بس لازم الخطة تبقى كالتالي: 4-3-3، ولازم يبقى موجود في صانع اللعب يا امام يا زيزو، لا غنى عن واحد من الاثنين دول في ارض الملعب. تلعب بقى بحمدي فتحي في مركز ستة، مش هقول لك لا، عشان اما الباكات يطلعوا يبقى تلعب بثلاثة ورا، اللي هو حمدي ومروان وياسر وحمدي ورامي. مش هقول لك لا، بس اللي انت تلعب لي بالخطه بتاعت النهارده دي مش مسموح بيها في المباريات اللي جايه. لان اي غلطه صغيره في المباريات الجايه، المنتخب اللي انت هتلعبه مش هيسمع عليك. لان المنتخبات اللي انت هتقابلهم الثلاث مباريات اللي جايه هم اقوياء جدا، فما ينفعش يحصل اي غلطه طول ال 90 دقيقه. فاتمنى الخطه بتاعت النهارده دي ما نشوفهاش تاني، لان مش هي دي الخطه اللي تنفع لمنتخب مصر. انت معاك عناصر قويه جدا، بس للاسف مش عارف تستغلها. احب اقول لك العناصر دي لو انت استغلتها صح هتاخد منها كواليتي عالي قوي، اقوى كمان من بتاع جنوب افريقيا، يعني اقوى من الكواليتي بتاع ماتش جنوب افريقيا. فاتمنى ان الخطه تتظبط، لان الماتش الجاي ما فيهاش هزار. وسلام.